يا مساء الفل يا شباب، جايب لكم فيديو جميل جدا. بص الزبالة في أوروبا وفي أمريكا بتبقى عاملة ازاي. ده الحاجات دي زي ما احنا شايفين كده مرمية في الشارع. دي ايه؟ دي مشاية دي؟ تقريبا مشاية صح؟ لا اللي هي مش عارف، اللي هي عاملة زي العجلة تقريبا. يا ريت اللي يعرف يكتب لنا في الكومنت. مش عارف هي مشاية ولا زي العجلة. ايه ده؟ عجلة دي؟ يا لهوي، ده جديدة نوفي. طب عارف دي لو عندنا اقل حاجة تعمل لها اعتقد 5000 ممكن، اعتقد يعني. في ناس بتفهم في العجل هتقول لنا سعرها كام، بس انا بقول انا وجهة نظري بقول ب5000. لو انت تعرف اكتب في الكومنت وقول لي كام سعرها. دي ايه دي؟ دي مكنسة دي؟ تقريبا مكنسة. وايه اللي جنبيها دي؟ شاشة ولا ايه؟ يا لهوي، دي شاشة. وايه ده؟ اهو دي مشاية بقى. يا نهار ابيض، ده بان عليها اصلا يعني مش بايظة. ودي سماعة. الحاجات دي مرمية في الشارع ازاي يا جدعان؟ اهو شاشة تاني اهي. لف كده يا عم لف. وايه الصندوق ده؟ اوعى تلاقي فيه. لا، ما طلعش اللي في بالي. دي سيدهات. سيدهات غالية على فكرة، بتاعت افلام. بيقفل يا سيدي. دي غسالة. يا عم استنى، اللي جنبيها دي غسالة، صدقني غسالة. ده غسالة اوتوماتيك كمان. ايوه نزل يا معلم بقى وتمشي. يا ابن المحظوظة. انا عايز اسافر يا جدعان، امريكا بقى ولا اوروبا يا جدعان. يا دوب بس مكسورة الحتة اللي فوق اهي. يا ابني رميتها ليه؟ ما تصلحها. خرب بيت سنين. تاخدها عشان تصلحها يا ولدي، ولا شكله هياخدها يبيعها حديد باين ولا ايه؟ انت هتنيل فيها ايه دي؟ يا عم خسارة. بص هرميها على الحديد، هيبيعها خردة. يا اخي ده انت غبي اوي. لو عندنا كنا صلحنا امها، كناش هنسيبها كده طبعا. ده ايه ده؟ يا لهوي، الكرسي ده ملوش حل. ده اتنين اهو بص. دي غسالة دي ولا بوتاجاز؟ ده تلاجة صغيرة صح؟ يا عم لف الناحية دي. يا ابني سايب التلاجة والغسالة بتدور لي في الحتتين الحديد دول. ده انت غبي قوي. يا عم بتدور على ايه؟ هي الغسالات هناك والتلاجات ملهاش تمن التانية ولا ايه؟ ايه الحكاية؟ بصوا شاشة تاني ورا اهي. يا نهار ابيض يا جدعان. ايه ده؟ هو شكله ده بتاعت حديد، شكله بيدور على حاجات معينة بياخدها يبيعها خردة اهو. بص محمل عربية حديد اهو، حاجات بيبيعها خردة. طب ايه الحاجات التانية ما بتمشيش معاك؟ رايح فين يا حاج؟ ايه ده؟ يا نهار ابيض، بص العجلة دي. يا لهوي ده عجلتين. يا نهار ابيض يا جدعان. ايه ده؟ قول لي ايه احساسك انت وبتتفرج؟ طبعا تتمنى ان انت تكون عايش هناك. انا بتمنى على فكرة ان انا اروح مكان زي ده الصراحة. ايه يا عم بص، ده 3 عجلات، ده في واحدة تانية اهي. بص الشاشة. يا نهار ابيض يا جدعان. دي شاشة كمبيوتر دي. الحاجات هم ما بيصلحوش الحاجات اللي تبوظ يرموها، ولا الحاجات دي شغالة ولا ايه؟ بس انا شايف العجل شغال. يعني اعتقد العجل ده منفوخ اصلا حتة مش نايم. صح يا جدعان ولا انا متهيألي ولا ايه؟ كمبيوتر ورا. يا نهار ابيض. بص 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 يا عم، شايف اللي انا شايفه؟ يا نهار اسود، غسالتين وتلاجة. ايه يا عم ده؟ انتوا ما عندكوش حد غلبان ياخد الحاجات دي؟ بص يا عم عجلة. المشكلة ان الحاجات دي في الشارع ومش بتتاخد، يعني قاعدة.
يعني اكيد اللي حواليهم وجيرانهم والناس اللي معديه في الشارع اكيد كلهم مش محتاجين زي كده، صح ولا ايه؟ خد العجله ايه، هاتها طب لبنتي الصغننه يا اخي. يا ابن اللذينه، انا مش عارف اجيب لها عجله زي دي. هات بقى وشيل يا معلم، هتشيل ايه بقى؟ انا مش فاهم، يسيب الغسالات والتلاجات ويمسك لي في حتتين حديد. انت بتعمل ايه يا عم؟ طب ما الغسالة حديد والتلاجة حديد. مش فاهم الراجل ده بينقي ايه؟ يعني ده اغلى من التلاجات والغسالات؟ خرب بيتك. الراجل ده تعب نفسيتي يا ابني. ما قدامك ده غسالة اوتوماتيك وجنبها ايه ده، فريزر ده؟ ايه ده بقى؟ شكلك ما عملتش متابعة، انا عارف. يعني لو قاعد لغاية دلوقتي اعمل متابعة عشان خاطر حتة تشجعنا كده ان احنا نجيب فيديوهات تانية ونشتغل ببلاش على فكرة. المتابعة ببلاش، ولو عملت لايك برضو ببلاش، مش هتدفع فلوس صدقني. ده شكله ده نحاس باين ولا حاجات غالية؟ لا النحاس اغلى من الصراحة، اغلى من التلاجة والحاجات دي. اي بس ما يمنع ده، ما يمنعش يعني ان التلاجات محتاجينها والغسالات. شكلها ما بتتباعش بره ولا ايه؟ يا عم انت، يا عم انت سيب اللي انت بتعكه ده. طب انت يعني حط نفسك مكان الراجل ده، لو انت هناك الاول تشيل ايه؟ انا عن نفسي، لو هتكلم عن نفسي، اول حاجه اجري على الغساله اللي قدامي دي. ده غساله اوتوماتيك. عارفين امريكا واوروبا محتاجه ايه بجد؟ محتاجه اللي يسافر من عندنا هنا من العرب. يا ريت لو انت بتسمعني وليك نيه ان انت تسافر تعمل اللي بقول لك عليه ده. تتعلم آه ازاي تصلح الغسالات والثلاجات والحاجات دي، تاخد فكره. الحاجات دي هتلاقيها متلقحه كتير في الشارع. بص ميكروويف اهو محمله معاه اهو، صدقني ميكروويف. لف كده بالكاميرا يا بني ادم وريني. ده ايه ده؟ تحس ان هو زي ما قلت بيدور على حاجات معينه وسايب الباقي. ده ايه ده؟ بيت شكله البيت ده معمول ولا باترينا دي ولا ايه؟ عامل زي عامل زي البيت اللي هو بيبقوا عاملينه للكلاب في الجنينه. ده ايه ده؟ يا لهوي طقم الكراسي ده، لا ايه يا عم ده؟ برضو ما جربش على التلاجة ولا الغسالة. يا عم انت ناوي تاخدهم ولا مش ناوي ولا ايه حكايتك؟ شيل. ايوه كده. ازاي يعني؟ يا عم اهو محمل اهو. يا ابن اللذينه بص، اتنين وواحدة مش عارف ايه تاني. ده لو كل يوم الواحد لمله 5 6 زي دول وصلحهم يعدي الفجر يا جدعان. طب ما تشحن طب وتصدرهم لنا طيب. ده ايه ده؟ غسال اهو، مش عارف ولا ده بيعصر بس ده ولا ايه. بيدور في حاجات جواها. ورينا كده طيب. شيل يا معلم شيل. شيل يا ابن المحظوظة. ماشية معاك حلاوة. في تلاجة على فكرة وراك، اوعى تنساها. ايوه دي. اوعى لحسن تسحب. يا عم بتقطع ليه الخرطوم، بتقطع ليه الخرطوم بوظتها. ده شكله مش بيصلح، شكله هيبيعها خردة. يا لو هناك انا همسك التلاجة دي والغسالة دي، بص هجيب لهم فيديوهات من على النت واصلح امه. ما هو خسارة يعني حاجة زي كده ارميها انا ازاي يعني؟ شيل يا معلم شيل. شيل، ما انت وقعت في مغارة علي بابا.
لسه دور التلاجة جاي، بس هو بياخد فرصته. ايوه حط على العجلة دي واديها. طب صدقني جديدة يا جدعان من جوه. بص بص نضيفة ازاي. رص يا معلم رص. رص النهاردة اليوم زي الفل، كله غسالات وتلاجات اهو. بص ولسه في تاني اهو. طب انا عندي سؤال، البيت اللي مطلع ده عنده كام غسالة وكلهم يبوظوا مرة واحدة؟ يا ابني بتقطع ايه؟ قطعت الفيشة لا يسد نفسك، ده التلاجة جديدة نوفي قدامي. ده وجع قلبي وانا قاعد معاكم. بص بينيل ايه، بيحط الجردل فين؟ طب الجردل ولا الغسالة يا جدعان؟ يا جدعان ما حد يتكلم، انا الراجل ده تعبني. يا نهار ابيض. بتقطع ايه؟ بتقطع ايه؟ بتقطع ايه؟ هتبوظ التلاجة. يخرب بيت سنينك. مش عارف انا ايه الحاجات دي. دي واحدة عزلت باين وسابت كل العفش، ولا اتخانقت مع جوزها ورمت له العزال بره، ولا ايه؟ مش عارف. ولا هو اللي رمالها العزال ولا ايه؟ دي لمضة دي صح؟ عمود نور. مش عارف بيلم الفيش بس. في نهاية الفيديو انا بشكرك لو انت لسه قاعد بتتفرج عليه لغاية دلوقتي. يا ريت ما تنساش تعمل متابعة وتعمل لايك عشان تنتظر كل جديد. يلا سلام.